السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في مطبخ منا. النهارده هنعمل فكره حلوه وجميله جدا، هنستفاد منها في حاجه بنشتريها بالغالي. احنا هنعملها بالشاي والخل. حطي الخل على الشاي وهتستفادي منها. فكره حلوه قوي. يلا بقى، لو اول مره تشوفي قناتي ادعميني باللايك والاشتراك علشان يوصلك فيديوهاتي. اول حاجه هتجيبي اي شرابين قدام عندك، تمام، وبعد كده هتجيبي المقشه بتاعتك وهتدخلي الشرابات كده من ناحيتين، واحد من ناحيه والتانيه من الناحيه التانيه زي ما انت شايفه كده. خلاص. ده شكلها شكل المقشه بعد ما لبستها الشرابين اللي هما القدام اللي عندك. بعد كده هجيب المحلول او اللي انا يعني هحط فيه المقشه دي. هجيب طبق هحط فيه شويه من الميه الدافيه وشوية من الصابون بتاع المواعين وشوية من الخل، يعني مثلا بمقام نص كوباية خل كده على شوية مية دافية وشوية صابون المواعين زي ما قلت لك. بعد كده هبدأ أبل كده الشربات دي بالمية اللي أنا قلت لك عليها. تمام. مش هتبليها قوي، يا دوبك حاجات بسيطة كده علشان خاطر مش تليط لك اللي احنا هنعمله دلوقتي. خلاص. يا دوبك بليتها بالشكل ده كده. بعد كده آخر خطوة هتعمليها بعد ما بليت المقشة كده اللي هي الشربات، بعد ما بليتها بالمية، هتجيبي حتة سلك مواعين تكون برضو فيها المية دي، تمام، هتبليها في المية كده. وبعد كده هتجيبي سلكة المواعين وهتثبتيها على المقشة على الشرابات دي. انا ثبتها كده في الشراب. يا اما هتجيبي استك بتاع الفلوس او الاستك بتاع الشعر بتاع بناتنا وتحطيه بيها، تمام، المهم ان هو يتثبت على المقشة. وهتبدأي تنضفي الحيطة اللي جنب البوتاجاز أو أي حيطة عندك معكساكي ومش قادرة تجيبيها لغاية فوق. بجد الطريقة دي حلوة جدا، عصاية المقشة هتطلع لك فوق خالص وهتنضف لك الحيطة وهتخليها كمان تلمع بسبب الخل. الخل هيخليها يلمع وهتبقى حلوة جدا. لو عندك دهون صعبة شوية رشي عليها باور أو أي مذيب دهون يعني، وتسيبيها شويه وتبداي تعملي الحركه دي. السلك اللي انت حطاه في الشربات هينضف لك الحيطه، وكمان الشربات اللي محطوط فيها الخل والصابون والميه هتبدا تلمع لك الحيطه وتنضفها. فكره سهله جدا بسيطه عجبتني حبيت اقولها لكم. بتنضف حلو جدا زي ما انت شايفه. انا بصور وماسكه ايده طبعا مش مالكاها كمان وما بضغطش جامد، وبتنضف يعني كمان مش مالكه كمان العصايه ان انا امسكها، وكمان نضفت لي الحيطه زي ما انت شايفه كده. بجد فكرة حلوة وبسيطة. لو عجبتك الفكرة ما تنسيش تحط اللايك والاشتراك علشان يوصلك اي فيديو انزله. انا من حلاوة يعني ان الفكرة ناجحة معايا مش قادرة اوقف الفيديو، عمالة اوريك ان انا بنضف اهو. يعني بميلها كمان وبنضف بيها وبتنضف كويس جدا، يعني مش هقولك مثلا ما بتنضفش معايا، لا هي بتنضف. وكمان السلك بيشيل اي دهون موجودة في الحيطة، يعني اي حاجة سواء سلك ناعم او خشن هينفع كمان في الوصفة دي. ومسحت بيها الجناب وبتيجي في الجناب كمان وبتيجي في كل حته، بتخش في اي حته في الحيطه وبتجيب اخر الحيطه فوق طبعا بسبب طول عصايه المقشه. تمام. يلا بقى، دوسي على لايك واعملي لي سبسكرايب وفعلي الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي. يا رب تكون الفكره عجبتكم. وهي مسحتها خلاص، كانت في حاجات في الجناب بصي بتتشال معايا بكل سهوله. وكمان عملتها من تحت خلاص، الحيطه كلها نطفت معايا وبقت بتلمع كده ازاي شايفه، بسبب الخل طبعا اللي احنا حطيناه وبسبب الشربات والمقشه. واستخدمت واستنفعت كمان من الشربات القديمة اللي أنا هرميها، يعني استنفعت منها. يا رب تكون الفكرة عجبتكم. وكمان عملتها من تحت كمان الحيطة كلها ونطفت معايا وبقت زي الفل. يلا بينا على الفكرة التانية. شايفين الشكل؟ وعملتها كمان من تحت اهو. كمية شاي مغلية كده هاتيها وتعالي هقولك فكرة حلوة جدا بيها. الشاي لازم يكون مغلي قوي، تمام، عشان تطلعي اي حاجة من تفل الشاي. بعد كده انا خلاص سبته لغاية ما ركز اهو. يعني انا غليت الشاي وسبته لغايه ما يركز بالطريقه دي. وبعد كده هتجيبي اي حاجه اي بخاخه عندك او اي حاجه زي كده. دي كانت بتاعه صابون، انا غسلتها ونضفتها واستعملتها. مش لازم بخاخه تبخ، اي حاجه تنزلك منها يعني، تمام. انا جبت القمع عشان احط الشاي في الازازه بالشكل ده كده. زي ما قلت لك بعد ما غليته وتصفى خلاص ما بقاش فيه اي رواسب. هحط بقى عليه ربع كوباية من الخل، هما مكونين اتنين بس الشاي والخل. هتحطي على الكمية دي ربع كوباية من الخل بالطريقة دي كده اهي. يلا بقى، لو لسه ما حطيتيش اللايك حطيه وادعميني بالاشتراك يلا. واعملي شير للقناة علشان تنتشر وكل يستفاد من الفكرة دي. بعد كده هتقلبيهم كويس جدا. انا قفلتها كده وقلبتها رجيتها كويس قوي علشان الخل والشاي يدخلوا مع بعض كده كويس جدا. الازازه دي هتفيدنا في ايه؟
في حاجتين مهمين جدا. الازازه دي بتلمع الخشب، بتلمع الخشب الاسود والبني الاتنين، بس اللي هم الفضي او اللي هم السمني والكلام ده لا، ولا الالوان. الازازه دي الشاي والخل بيلمع، انا بقولها تاني علشان الناس ما تعملهاش على اي لون ويفرق معاهم يعني. الازازه دي بتلمع الخشب الاسود زي ما انت شايفه الخشب قدامك اهو. حطيت شويه كده، رجيت الازازه الاول، وبعد كده حطيت شويه كده، وباي شراب قديم عندك البسيه في ايدك ولمعي بيه. تمام. اي شراب قديم، مش لازم يكون قماشه او اي حاجه، يعني اي حاجه انا بلمع بالشراب القديم ده. بيكون يعني حلو وما بيسيبش اي اثر ولا اي فتل ولا الكلام ده. تمام. شايفة بتلمع كويس جدا، شايفة الخشب بقى بيبرق. بتلمع الخشب البني والاسود، الحاجات الالوان والتانية دي لا، بتلمعها وتخليها زي الفل. انا بقيت بدل الكومودينو بتاع الاوضه، لمعته بالطريقه دي زي ما انت شايفه كده، شايفه اللمعان بجد بيبرق. ولمعت كمان السرير بتاعي اسود، الحروف لمعتها كمان بالطريقه دي، وكملت باقي الكومودينو. حاجه في منتهى الجمال، خرافه. جربي الطريقه دي وهتعجبك جدا. يلا بقى، لو عجبك الفيديو حطي لي اللايك والاشتراك علشان يوصلك الفيديوهات ان شاء الله. طريقة حلوة قوي وسهلة وبسيطة. من تفل الشاي اللي احنا بنرميه عملنا بالملمع، بنشتريه بالغالي اهو، ملمع جاهز للاخشاب. عندك نيش خشب لونه اسود اي بقى قوليلي حاجة. بتتابعيني من اي الطريقة بلد، دي وتصلوا بتلمع على النبي في بيها الخشب الكومنتات. بكل سهولة. ولو يلا. في اي افكار عايزين تنشروها قولولي عليها في التعليقات وانا هعملها معاكم. سلام عليكم.